السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف واحسن الاحوال. قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد بديل الشوكولاته للدهن، صحي وجد اقتصادي ومكونات جد قويه. نتمنى ان شاء الله الى عجبكم لا فيديو ما تنسوش اختكم اللايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو القناه مع الاهل والاحباب باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا، عندي كاس الزنجان اللي منقي ومغسول ومحمر. الكميه اللي بغيتو، عندي هنايا الكاوكاو البلدي اللي محمر كذلك وحيده لي القشره ديالو. عندي هنايا الكاكاو الخام الكميه اللي بغيتو. عندي العسل هنايا الكميه كذلك اللي بغيتو. عندنا الماء ساخن، يعني مكونات جد بسيطه واقتصاديه. تبعوا معايا غير الطريقه ان شاء الله وغينجح معكم. كما كتشوفوا غناخذ واحد طحانه كهربائيه غنطحن فيها الكاوكاو ان شاء الله، يعني نحاولوا نطحنوه مزيان جيدا باش نحصلوا على داك القوام ديال الشوكولا اللي بغينا، بحال اللي كيتباع في المحلات، ولكن بمكونات جد قويه وبمكونات جد اقتصاديه. غنطحنوهم مزيان ان شاء الله ورجع معكم باش نكملوا لا فيديو حتى الاخير. كما كتشوفوا ما بغيتش نطول عليكم فيديو. طحنت الكاوكاو مزيان كما كتشوفوا. غنحاول هكا نحل دوك الكويرات باش ما يتكورش ليا، باش منين نجي نبغي نضيف المكونات الاخرى يسهل عليا. هنايا كذلك الزنجلان راني طحنته كما كتشوفوا. غادي نحاول ندخل المكونات مع بعضها حتى ينسجم ليا داك الكاوكاو مع الزنجلان. صدقوني هاد نيوتيلا او بديل الشوكولاته للدهن كيجي زوين وصحي واقتصادي وفيه مكونات جد قويه للصحه، ويعني وترفع المناعه ديالكم كما كتشوفوا. هذا السكر عفوا هذا كاكاو خام بدون سكر، لان مازال غنضيفوا العسل كما كتشوفوا. كذلك غنحاولوا ندخلوا هذه المكونات مع بعضها حتى تنسجم ليا كل المكونات. كما كتشوفوا انا درت البول صغير، غنحاول نبدل البول باش كما كتشوفوا انا بدلته صافي. خلطت كل شيء وكنحاول نفك هذوك الكويرات غير بيديا. صافي غادي نضيف الماء الساخن الفاتر، يعني الماء غتبقاو تضيفوا الماء حتى عينكم ميزانكم. ما غاديش نعطيو لانني انا قلت لكم ديروا الكميه اللي بغيتو ديال الكاوكاو ديال الزنجلان ديال الكاكاو الخام، ديروا اللي بغيتو. انا غنبقى نخلط بحال هكا وغادي نضيف الماء حتى نحصل على داك الخليط المتجانس بحال الشوكولاته اللي كنشريو من يعني من على برا. كما كتشوفوا غنخلطهم مزيان حتى نحصل على الخليط والنتيجه اللي بغيت انا. ديروا الكميه اللي بغيتو ماشي مشكل. انا مازال باقا تنزيد الماء هذا سخون ماشي غير دافي، يعني ساخن باش يحاول داك الخليط يتطلق ليا. صافي دابا كما كتشوفوا انا حصلت على الخليط اللي بغيت. غنزيد باقي المكونات. شوفوا الخليط راه جا زوين ومتجانس. غادي نزيد كميه من الزيت القياس اللي بغيتو. نورمالمون هاد بديل الشوكولاته كنحضروا بزيت الزيتون بدون ماء. انا اليوم درت لكم اقتصادي، يعني غنستعملوا غير شويه الزيت وغنضيف العسل كذلك الحلاوه على حساب نتوما اللي بغيتو ماشي مشكل. ولكن واحد الملاحظه، هاد بديل الشوكولاته ضروري ديروه في الثلاجه، لانه ما فيش بزاف الزيت اللي غتحفظوا. كما كتشوفوا ديروه في الثلاجه وبقاو تخرجوا يعني الكميه اللي غادي تاكلوا صافي ورجعوها للثلاجه باش ما يخسرش لكم، لان ما فيش الزيت بزاف. لان الزيت البلديه هي اللي كتحافظ لينا على هذا بديل الشوكولاته او الشوكولاته للدهن كما بغيتو تسميوها سموها. المهم سميوه امن، والمهم صحي وينفع لوليداتكم في الصباح هكا في الفطور في الكوتي. يعني يديو معاهم المدرسه هكا في خبيز، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف وما فيه لا السكر ما فيه لا حتى شي حاجه اللي غتضر وليداتنا وليداتكم. الله يحفظهم ليكم. الا وصلتوا حتى لهنا نفكركم ديروا لي لايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الكل. كما كتشوفوا ان شاء الله غادي نجيب دابا واحد القريعات اللي عقمتهم، كانوا عندي موجودين، عقمتهم بالماء الساخن ونشفتهم مزيان ودرت فيهم هاد الشوكولاته. غادي نديرهم في الثلاجه ان شاء الله
الا ان لما درتوش في الثلاجه راه غادي يخسروا لكم لانهم غير بالماء مصايبين. يلا نتمنى لكم جربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في التعاليق، تعاليقكم كتهمني ونتمنى تشجعوني. وبسلامه عليكم، وكتبوا لي في التعاليق الوصفات الصحيه اللي بغيتوني نوجد لكم. مرحبا والف مرحبا. يلا دمتم في رعايه الله، بسلام عليكم، وشكرا للمتابعين اللي كيدعموني. بسلامه.